بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مع بعض ان شاء الله هنحل اول اختبار شامل في كتاب المقاومة. تعالى كده نسمي الله ونقول بسم الله. بيقول لك ايه؟ يتحرك قضيب مغناطيسي مقاومته مهملة طوله 10 سم. طبعا انا ما بشتغلش في سنتي، لازم احول للمتر. يبقى ال 1/10 متر. بسرعة ثابتة مقدارها 2 متر على الثانية، على موصل معدني مستطيل يتصل بين مقاومتين 1 أوم ونص أوم. فإذا أوصل القضيب بمغناطيس كما موضح، فإن شدة التيار المستحث المار واضح. أولا أول حاجة عشان أجيب التيار R1 لازم أجيب التيار الكلي الأول، وأنا عارف إن EMF بتساوي BLV، يبقى دي EMF I في R بتساوي BLV، يبقى ال I بتساوي BLV على R. ال B ب4 تسلا، ال L ب1/10، السرعة ب2 متر على الثانية، على الار طبعا 1.5 توازي، يبقى يديك ضربهم دول طبعا توازي مع بعض، ضربهم على جمعهم يبقى نص على 1.5. تعال نشوف كده يطلع معانا كام. اهو بالآلة الحاسبة 4 في 1/10 في 2 على نص على 1.5 اللي هو ضربهم على جمعهم، يديك التيار الكلي 2.4 أمبير. 2.4 أمبير. طبعا 2.4 أمبير يبدأ يتفرع كده وكده. الار1 دي اللي هي نص، يعني تاخد التيار الكبير هتاخد تلتين ل 2.4 تقريبا، يعني 1.6. على فكرة في طريقة تانية، ان انا ممكن اجيب EMF اللي هي BLV واقسم على R على طول، هتطلع معاك برضو القيمة مباشرة. طبعا لو كان عايز R2 اللي هي 1 اوم كنا قلنا اللي فاضل بقى اللي هو 8. شكل 2، الشكل المقابل يمثل ملي فولتميتر. ملي فولتميتر يعني ما هو الا جلفانومتر، يعني دي كده RG، وما ده V يعني ده كده VG. عند توصيل ذلك الريوستات بمفتاح 2 زاد مدى 10 فولت، واضح جدا كده، يعني هو بقى دي في كلية ودي R1 بقت RM. طبعا هو عايز ال RM اللي هي R1. تعالى كده نشوف. انا عارف ان RM بتساوي V ناقص VG على IG. ماشي. ال V كلية قال لك زاد مداها إلى 10، يعني دي 10 V ناقص ال V على IG اللي هي مش معايا، بس ال IG عبارة عن VG اللي هي V على RG اللي هي 3000. 10 ناقص 1 9، يبقى 9 في 3000. 9 في 3000 يعني 2700، يعني 27 كيلو. يعني اصلا من غير ما اكمل هي الاجابه تبقى دي. بس تعالى نشوف الحاله الثانيه. بيقول لك اما بينما اذا وصل الذلك، هنا خلي بالك بقى. لما انا اوصله عند R3 بقى الار ام مش R2 بس، بقى دول مع بعض. يعني RM الجديده لو سميناها داش عباره عن R1 زائد R2. فانت اما تطبق بقى الار ام الجديده اللي هي 100 ناقص بي جي اللي هي 1 على 1 على 3000، بعد كده تروح طارح منها الار 1 عشان هو عايز ار 2. فاهمين النظريه كده؟ رقم 3، الدائره الكهربائيه الموضحه بالشكل اذا كانت القوه الدافعه اللحظيه للدينامو تساوي كذا، فان القدره المستهلكه. والله انا عارف ان الباور تساوي في تربيع افكتيف على ار، وانت معاك قبل الساين دي بتبقى الماكس، يبقى 282 و84 من 100 تربيع، او في ساين 45 الاول عشان افكتيف، ربع هنا على ار اللي هي 8 من 10 كيلو اوم اللي هي 8 من 10 في 10 اصلا. يبقى خلي بالك ان انا لازم اشتغل في القدره بالافكتيف. تعال كده نشوف. يبقى 282 و 48 من 100 في ساين 45 كل تربيع على ار اللي هي 800.
دي 49.9 اللي هي 50. مولد كهربائي موضوع على عجلة دراجة هوائية إذا كان الملف يتكون هي ومساحة كل منها كذا. ما تغرش وتقول لي المساحة الكلية كذا في كذا، هي المساحة بتاعت الوجه هي ثابتة. في المجال كذا فإن مقدار التردد طبعا سهلة. الإي ام اف ماكس يساوي ان بي اي اوميجا، والاوميجا 2 باي اف، هو عايز اف، يبقى الاف بتساوي اي ام اف ماكس على ان بي اي 2 باي اف على حاسبة تطلع معاك على طول. وخلي بالك ان الباي ب 3 بصراحة. تعالى نخش على الصفحة اللي بعديها. كبر بس شوية عشان ايه. في الدائرة المقابلة بالشكل عدة مصابيح كهربية متبادلة، فإذا علمت أن المصابيح A C و D مضاءة ماشي والمفتاح S مفتوح فعند غلق المفتاح S، طبعا قفلت المفتاح S دول مع بعض توازي فالمقاومة الكلية هتقل. ما دام المقاومة الكلية هتقل يبقى أكيد التيار الكلي هيزيد. طبيعي A كانت بتقرا تيار كلي قبل وأنا مفتوح، هتقرا تيار فرع فأكيد هتقل، يبقى A أكيد هتقل. الإجابة كده يا ألف يا ب. طب تعالى بقى نشوف السي ودي. الحالة الأولى التيار الكلي لو سمينا مثلا دول كده كان 1.5 R، فالتيار كان عبارة عن في بي على 1.5 R يعني 2/3 R، فدي كانت بتاخد لها في بي على 3 بتقسم نصين. فاهمين؟ أنا افترضت إن دي R ودول توازي. طب في الحالة التانية بقى التيار الكلي نص نص واحد، يبقى في بي على R، فلما أجي أقسمها هتاخد نص R أو 2 R، فبالتالي دي هتزيد يبقى تزداد الإجابة رقم. أو بالمنطق ده طياره كان بيخش له نص الطيار الصغير فيخش له نص الطيار الكبير في الحالة التانية، فطبيعي جدا اللي هو هيزيد. 6. ايه المخططات اللي هي تعبر عن نسب من اطوال موجية لاقصى دي صحيحة. طبعا لقانون فين احنا عارفين ان اللامدا تتناسب عكسيا مع درجة الحرارة، فتي 2 اكبر حاجة يعني اقل طول موجي. اقل طول موجي خلاص انا من غير ما اكمل انا عرفت ان هي الاجابة هتبقى رقم اف. العلاقة ده طول درجة حرارته كبيرة والطول الموجي بتاعه اقل وهكذا. ملف لولبي طوله ال ومتوسط قطره دي مكون من عدد n من الطبقات، عدد لفات كل منها n. إذا كان الملف مش عارف إيه ثابت الشدة فإن كثافة. تعالى كده واحدة واحدة. السؤال ده مثلا أنا ما أعرفوش أنا كأحمد يعني، وجالي مثلا لأول مرة، فأنا هعمل إيه؟ اللي أنا أقدر أعمله اللي أنا هكتب القانون E بتساوي ميو إن في أي على ال. صح؟ ماشي أهو. ملف لولبي طوله ال ومتوسط قطره دي مكون من عدد n من الطبقات، عدد لفات كل منهما n ماشي. فإذا كان الملف اللولبي يحمل تيارا كهربيا ثابت الشدة فإن كثافة الفيض. أولا ال N طردي ولكن مش موجود، وال L عكسي برضه مش موجود، فأنت كده محتاج إيه؟ تفك الموضوع. فك الموضوع إن أنا عارف إن ال N عدد اللفات بتساوي طول السلك على المحيط، فممكن أقول المحيط بدل 2 باي نق يعني باي دي. صح؟ يبقى هنا L وهنا باي دي، فال L هتطير مع ال L. لا دي معلش دي ال L ده طول السلك مش طول الملف، فمش هتطير ولا حاجة. ارجع تاني ماشي، يعني اشيل ان دي، اشيل ان واحط طول السلك على المحيط مش هجيب عدد لفه، اشيل عدد لفه. طب ما لو 2 بينق فالدي، فخلاص كده هوصل ان البي تتناسب عكسيا مع الدي، بس مش برضه مش موجود. استنى يعني وصلنا ان البي بتساوي ميو ال سلك على ال ملف، خلي بالك ده ال ملف
باي دي. ماشي. اه تتناسب تقديريا مع الدي. لا، عكسيا. تتناسب تقديريا مع ال اللي هو طول الملف مش طول السلك. خلي بالك، الملف اللي هو طوله ال، فده مش طول السلك، ده طول الملف. خلاص، فلا، لان طول الملف تحت. تتناسب عكسيا مع الدي تربيع، لسه هنشوف دلوقتي. لا تتوقف على الدي موجوده. طب وبعدين، طبعا ميو كده كده ثابته مش معايا في اللعب، والباي كده كده ثابت. انا محتاج اعرف العلاقه بين السلك والملف والدي. بيقول لك ايه، الملف ده يتكون من عدد من الطبقات، عدد لفات كل منها ان. ماشي. آه احنا وصلنا ان البي بيساوي ميو في السلك على باي دي على ان ملف دي. مش عارف بقى، هل في غلطه في الاختيارات هنا ولا في حاجه تانية؟ بس اعتقد هتبقى ب، بس شيل دي تربيع. خلاص، ما يجيش بقى حد يقول لي ما فيش دي في القانون فبالتالي تبقى لا تتوقف. لا طبعا في دي طبعا لفات. خلاص، برضه اشوفها لكم تاني لو في حاجه، بس اعتقد هي فيك بس فيها غلطه في التربيع. طيب تعال نخش على اللي بعده. تعال نكبر بس شويه. مش مشكله. شكل 8. الشكل المقابل يمثل مستويات الطاقه لذرات هيدروجين مصغره. اي من خطيط مش عارف ايه يمثل علاقه بأطوال موجيه المبعث. طبعا واضح جدا ده اقل طول موجي، يعني لمضه واحد اكبر، بعديها لمضه اثنين، بعديها لمضه ثلاثه، ده لا خلاف، يعني ده اكبر طاقه. فبالتالي من حيث طول موجي مش عارف هو مع مين يعني، ده طول موجي يعني. ما لو افترضنا طول موجي فبالتالي لمضه واحد اكبر حاجه اللي هي باشن، فده ليمان بالمر باشن، يبقى ليمان اقل طول موجي، ليمان اقل، فجابه يبقى ايه دي. هو بيقارن من حيث اطوال الموجيه يعني. ماشي. 9. الشكل المقابل سلك طويل جدا عموديا مش عارف ايه يمر به مش عارف ايه، لان حصلت كثافه عند النقطه دي. اولا ده سلك طايره فوق يعني مجاله اكسات، فكده ده عمودي على المجال الخارجي. بس خلاص كده يا باشا خلصت. يبقى بي توتال اللي هو عايزها عند النقطه بي عباره عن جذر بي سلك تربيع اللي هي ميو في اي على طبقه دي زائد بي خارجي تربيع، خارجي. بس تعويض مباشر ما فيهاش اي مشكله. اعتقد دي 3 4 5، يعني اجيب بي سلك ميو في 4 امبير على 2 باي في 2 من 100. بس بعد كده اعمل فيثاغورس عشان متعامدين. ما تجيش تقول لي بقى حاجه ثانيه يعني. خلاص، دول كده ايه متعامدين فيثاغورس. تعالى نخش على سؤال 10. 10 بيقول لك ايه، في شكل مقابل عند حركة القضيبين المعدنيين AB بسرعة V و2V. ماشي. داخل مجال مغناطيسي. طبعا ده هيتولد فيه MF كبيرة، ده MF أقل، فأنا هطبق في المجال يمنى هنا على طول. ده كده كده اللي هيكسب. فنطبق في المجال يمنى مجال الداخل حركة يمين يبقى التيار لأعلى، لأعلى يعني اتجاه التيار المستحث المار في المقاومة. هو ايه اتجاه واحد يعني ماشي من، راح من واحد ولا مش من اتنين؟ هو راح من واحد لاثنين. ماشي، راح من واحد لاثنين. خلاص. طيب في الاتجاه واحد كده، هو في اتجاه الاثنين، يعني هو دي مثلا ده سهم كده واحد وسهم اثنين، هو في اتجاه اثنين. خلاص، يبقى اجيبها جيم ده. طبعا التيار المستحث انا عندي بطاريتين عكس بعض، هطرحهم يبقى دي 4 ودي واحد يبقى 3، بي اللي بي على ار يبقى ج. هو ده هيتولد كده، وده تعال نشوف كده. ده حركه كده وده هيتولد كده للاسف. لا استنى. ده هيتولد كده فوق، وده هيتولد كده، كده الاتنين باتجاه واحد.
يبقى كده هجمع، هيكملوا بعض كده يبقى 5 يبقى د. تبقى الإجابة رقم حلو. 11 زيادة الزاوية المحصورة بين اتجاه خطوط الفيض المنتظم التي تخترق واحد المساحات والعمود المقام على سطحه، فإن مقدار كل من كثافة الفيض. كثافة الفيض ملهاش علاقة بالدوشة دي خالص، ملهاش علاقة. يبقى كده الإجابة يا ب هي د، لأن البي ثابت، بي خارجي ملهاش علاقة. أما الفاي ام بتساوي بي في ايه في ساين سيتا. سيتا دي هي زاوية بالملف والمجال. قال لك ايه؟ قال لك انا هزود الزاوية بزيادة الزاوية المحصورة بين اتجاه خطوط الفيض، هي دي، والعمود المقام، اللي هي الزاوية الثانية بالنسبة لي. الزاوية الثانية كل ما تزيد كل ما السيتا اللي انا بعوض بيها بتقل، بتتغير، فعكس بعض. فبالتالي الإجابة كده رقم ب. تاني السيتا دي السيتا دي غير السيتا دي، السيتا مع العمودي. يعني انا بس اصلا باخد ايه؟ زاويه بين الملف والعمودي، الزاويه بين الملف والمجال، اللي هي دي زاويه بين الملف والعمودي. لا ايه الرسمه اللي باخد الزاويه دي اللي هي الزاويه الثانيه يعني. ماشي. فهو مزود الزاويه دي، يعني ملف بقى موازي، فكل ب. 12 الشكل المقابل للماده موصله منتظمه المقطع طول 12 ال، مقاومته ار، يحمل تيارا كهربائيا مش عارف ايه، رفع شكل مثلث الله، فين عزم الثنائي ولا عزم القطب بيساوي ايان. ماشي. ايان اللي هو التيار في المساحه، طبعا مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع اهي، دي كده، فدي كده هتبقى 2 2 4، يبقى اللتر ايوه صح. عدد اللفات بيساوي طول السلك على المحيط. عدد اللفات بيساوي طول السلك على المحيط. طول السلك 12 ال والمحيط 3 ال، فال هتجمع على ال ده لك 4. ماشي. فالاي اللي طلعناها جذر 3 على 4 اللي تربيع في 4 بتاعت ال في 4 مع الأربعة بدل جذر 3 اللي هي جي. معلش ايه شوية رياضة دي طبعا سهلة مش حاجة. 25 دول مع بعض توازي، 4 باين، 4 و6 توازي 10، 10 15 توازي بيبقى ب6 باين تقريبا يعني. 14 جسم كتلته ام عندما يتحرك بطاقة حركة تي يكون الطول الموجي المصاحب له إذا تحرك نفس الجسم بطاقة حركة قدرها 4 كي، فإن الطول محتاج تعرف القانون ده. القانون دي أحمد لمدا تساوي اتش على جذر 2 ام كي اي. العلاقة بين طاقة الحركة والطول الموجي علاقة عكس تربيعي. يعني من الآخر ما دام طاقة الحركة زائد الأربع أمثال يبقى اقلب وهات الجذر، يبقى 2 نص على طول وأنت غامض. حركة عكسية. في الشكل المقابل دائرة تيار متردد RC على التوالي عند إضافة ملف حث نقي للدائرة، حيث أن المفاعلة الحثية تساوي المفاعلة الثانوية، فإن قراءة الأميتر. المنطق في الحالة الأولى كانت Z بتساوي جذر R تربيع زائد XC تربيع. في الحالة الثانية الزد بقت حالة رنين لأن الحثية هتساوي، ما دام حالة رنين التيار أكبر حاجة يبقى Z. أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين تيار المجمع وتيار القاعدة في ترانزستور دي الباعث المشترك. أنا بس نكبر كده عشان نشوف أهو. والله أنا عارف إن البيتا بي بيساوي اي سي على اي بي، صح الكلام؟ اللي هي معامل التكبير. فالاي سي والاي بي هما كده اكيد هم علاقه طرديه مع بعض. ماشي. دي مش دي بي ولا ايه دي؟ علاقه بين اي سي واي بي. حلو الكلام. طيب انا بقى عايز لو زودت الاي بي، الاي سي بتزيد.
عشان علاقة بينهم علاقة طرد. ماشي، فبالتالي فكر بقى في الكلام. يبقى هما علاقة طردية، يبقى انت كده كده لغيت ايه؟ لغيت ب. كل ما ازود اي بي كل ما اي سي زي، لان يظهر تأثيره على القاعدة، والبيتا بي معامل تكبير ثابت. صحيح؟ معنى كده طبعا دي غلطة في الاختيارات، يعني هتبقى خط مستقيم. انا ساعات بقعد بس عشان اشوف لو في غلطة في الكتاب نفسه فبعدلها. دي تبقى جيم خط مستقيم، يبقى جيم بعد التعديل. 17 في الشكل سلكان مستقيمان متجاوران مش عارف ايه. طبعا القوة دول في نفس اتجاه يتجاذب كده، هو يتجاذب وزي بعض، يبقى 17 رقم. اخش على بعضه. 18 بيقول لك ايه؟ الشكل مقابل موصل منتظم المقطع يحمل تيارا كهربيا ثابت شدة I، ينثني جزءان منه على شكل جزئين من ملفين دائريين. تكون النسبة بين كثافتي المجالين المغناطيسيين عند مركزي الملفين والناشئين عن مرور تيار كهربي بهما بي اي و بي بي. طبعا الموضوع هنا سهل يعني. بي اي بص، هو تاخدها ايه؟ لفات هنا كام او هنا لفات كام؟ نص التيار هنا ثابت، وهنا 2 ار او ار بس، لان هنا 2 ثابتين. هنا عدد لفات ربع التيار باي على 2 في 2 ار. سيب الاثنين بقى، دي طيارها خلاص ما هطيرناها هناك، والاي طارت والار طارت، يفضل لك هنا تمن وهنا نص. نص على تمن بكام بقى يا فنان؟ نص على التمن 4 باين 18 دقيقة. أيوة 4. في الدائرة المقابلة جيمس كانت أميتر 2 أمبير. طبعا دي سهلة. هتقسم 20 على 2 يديك 10 أوم. 20 منها مقاومة داخلية، يبقى الفرح ده كله ب9. دول مع بعض توازي مع دي توالي، يبقى عاملة كده مع دي توازي مع دي ودي توالي. خلاص الدرجة دايرة عاملة كده بس. يبقى 9 بتساوي 6 على 40 توازي زائد 24 زائد 24 وال 24 مع 8 توازي. ماشي خلاص، دول توازي مع بعض ودول توازي مع بعض، كده الدايرة عاملة كده. وتحل بس السؤال هيطلع معاك الأول عندك رقم 19 وتطلع معاك إجابة رقم ب. سهلة يعني الفرع ده كله يطلع معاك ب6. ماشي طيب 20. هنا علاقة قال لك ايه؟ عناصر المتصل التالي مع الدائرة ملف حاسة نقي. طبعا هنا الزد والاف، الحاجة الوحيدة ان الزد تناسب طالب مع الاف، هات الاكس ال اللي هي 2 باي اف ال، يبقى الإجابة مع لف حاسة نقي. 21 الرسم بين المقابل يمثل علاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي عند بي. طبعا دي سهلة، الميل ميو في ان في اي يعني 17.5 على 3.5، والان ثابتة والميو ثابتة، هو عايز الاي، هيطلع معاك آلة حاسبة على طول إن شاء الله رقم ج. بس الحاجات سهلة أنا بعديها يعني. 22 تعالى نكبر كده. الفانومترز وملف متحرك إذا وصل أو مجزأ للتيار مقاومته دي ار اس، حرف مؤشره ينحرك من 30 قسم إلى 6 أقسام. ماشي، دي الحساسية، فإن مقاومة الجلفان الحساسية قلت، يعني الحساسية 6 على 30، دي الحساسية، يبقى 6 على 30 بيساوي ار اس على ار جي، ار اس 10 زائد ار جي. تعالى نحسبها بقى، تقريبا دي كام؟ 36 يعني خمس، 40 دي 40. حلوة جدا الفكرة بتاعت المشي ده، سهلة. وهنا الام اف والان وزائد، طبعا دي سهلة برضه.
25 بص لا فحص مقاومته ار زي كذا زودت طبعا تنسيت اكس ال على ار 2 جذر 2 شيفت تاين 2 جذر 2 على 1 طلع بكام بقى شيفت تاين شيفت تاين 2 جذر 2 على 1 70 ونص ألف. يمر تيار شدة 2 أمبير في الجهاز الموصل بالمحول كما شكل ما مقدار القوى الكهربية داخلها. طبعا ده محول خافض مساعد لفتة أقل بدي 240 بدي 120 ده الجهد 120 فولت 120 واط فولت في 120 فولت لأن عدل فترة دي فده قلت النص يبقى ده قل النص 120 ماشي. يعني زي كده في الدائرة الكهربائية الموضحة بشكل ينحرف مؤشر الجبانومتر إلى نهاية تدريجه وعند إضافة مقاومة على التوالي كانت قيمتها 4000 أوم. أول حاجة أنا هقسم 2 فولت على 1970 هنا في ار جي مش معايا وعند إضافة مقاومة على التوالي انحرف مؤشر الجبانومتر إلى ثلث تدريجه ماشي. إذا استخدم هذا الجبانومتر مستقلا لقياس تيار كهربي 1 أمبير يلزم لتوصيل مجزئ للتيار مع ملف الجبانومتر ماشي. أنا أول حاجة بس أنا معيش قيمة الار جي دي اللي أنا محتاج أدور عليها. في الحالة الأولى الفي بي اللي 2 فولت عبارة عن تيار اللي هو مش معايا اللي هو اي جي فعن 1970 زائد ار جي. الحالة الثانية قال لك ايه لما وصلت مقاومة 4000 التيار قلت تلت فالتالي بالطريقة زي ما هي ولكن التيار يبقى تلت الاي جي يبقى 1900 4970 زائد الار جي. هو اللعبة كلها انا محتاج اروح اجيب الار جي والاي جي عشان احل السؤال. بس يا باشا تعالوا نشوف بقى الكلام بيقول ايه على حسب بقى. هقسمهم على بعض يبقى 2 على 2 الاي جي هترمي على الاي جي يفضل لك هنا 1970 زائد ار جي انا طبعا بعملها بسولف على تلت اللي هي في 1900 4970 اللي هو جمعت عليها لا 5000 بقى معلش 5970 5000 انا هقسم فدي هترمي على 5970 5000 زائد الار جي اللي هي الفا اكس تنتن بعد كده شيفت قلق يساوي يديني الاكس ب 30 اللي هي الار جي ب 30 ما دام الار جي ب 30 يبقى الاي جي 2 على 2000 اللي هي زودت هنا 30 خلاص كده احنا جبنا. وعايز بقى الار اس اللي هو اي جي في ار جي على فانت فكرتها الاول انك تروح تجيب ايه الاي جي والار جي 30 على 1 ناقص 2 على 1000 طلع كام؟ طلع 3 من 100 يبقى 28. الشكل الآتي يوضح حلقة معدنية تصل بمقاومة قدرها 100 أوم موضوعة في مجال مغناطيسي متغير الشدة مما ينتج عنه تغير في الفيض المغناطيسي كما هو موضح بشكل. أي الأشكال الآتية تمثل العلاقة بين التيار المار في المقاومة R خلال الزمن. كلام جميل ومحترم. ده سؤال رقم 20 ماشي. بص يا باشا واحدة واحدة بقى. أولا هنا في ميل. أولا أنت عارف إن الإي إف سالب إن دلتا فاي إم على دلتا تي. أوكي. وهنا اي طبعا بيتكلم عن التيار المستحث فالاي اف اي في ار يعني اللي بيحصل للاي اف هو اللي بيحصل للتيار من الاخر ما الارض كمان ثابته. هنا الميل نازل بس القانون الميل ثابت بس الميل سالب بس ثابت. حلو ثابت يبقى انت كده كده لغايه ج ودال يبقى خلاص الاجابه يا اما الف يا ب. طبعا
طبعا دي خلال 3 ثواني، اما دي خلال ثانيتين، يبقى اكيد الاجابه رقم بي. مش محتاجه حاجه. الميل حلوه جدا دي، لا من غير ما احسب حاجه. دي كده الميل ثابت ولكن قيمته سالبه، والقانون في سالب بقت موجب خلال ثانيتين. طبعا الفتره الثانيه بصفر اصلا، مفيش ميل، مش هيحصل تغير يعني. المفروض التكمله بتاعتها هتبقى عامله كده للصفر يعني كده، مش تغير مستحسن. 29. انا ماشي بالراحه اهو في الامتحانات، ما بيهمش. الدائره الكهربائيه الموضحه بالشكل، اذا علمت، مهمه جدا الكلام ده، اذا علمت ان الجهد الحاجز لاي وصله ثنائيه هو 7/10 فولت. ماشي، جهد الحاجز لاي وصله 7/10. هو عايز فرق جهد بين اكس او واي، ولا لو حاطط فولتميتر هنا، الفولتميتر هيقرا فرق الجهد ده، فرق الجهد ده هو فرق الجهد ده، هو فرق جهد الوصله، ما هو دول توازي، فبالتالي يبقى 7/10. فكده كده الاجابه رقم جيم، انا من غير ما اعمل حاجه. دي نظريا يعني. خلاص. هو عايز تاني هاشي الطريق كله اي. هنا بقى في شغل شويه. طب هل الجهد الوصله ده جهد دي المقاومات دي؟ بس ما اعرفش. دي 7/10 ودي 10 فولت، يبقى اكيد دي هتاخد الفاضل، هي 9.7 فولت. بس يا باشا خلاص، يبقى هقسم اكيد النفس الاولاني 9.7 على 3/10 في 10 أس 3. يديك 3 طبعا ملي في 10 أس 3، يديك 32. بس انا ضايع. يبقى 9.3 على 3، 31 بالظبط، معلش. يبقى 31 ده في طرح ايه؟ بوينت 19. باجي 30. يقول لك ايه؟ في الدائره المقابله اذا كان سي 1 سي 2 بيساوي 2 سي 1، دي 2 سي 1، فإن النسبة بين فرق الجهد، طبعا انت عارف ان الكيو سي في الفي، يعني علاقة بالسي والفي عكسي، مش الكيو ثابتة. في 1 على في 2 بتساوي سي 2 على سي 1، وسي 2 ب 2 سي 1 يبقى 2 على 1 يبقى ماشي. 31. الشكل المقابل يمثل العلاقة البينية بين القدرة الكهربائية المأخوذة للملف الثانوي باور اس، المحول الكهربي، والقدرة المعطاة لملف الدائري باور بي. إذا كان جهدا الملف البدائي والثانوي على الترتيب 200 و 220، فإن شدة التيار، طبعا ده محول مش مثالي. أنا عارف إن لو قسمت باور اس على باور بي في 100 يديني كفاءة. الإيتا أصلا بيساوي في اس أي اس على في اس أي اس على في بي أي بي في 100 طبعا. ما أنا قسمت ده على ده، اللي هو دي 95%، يعني معنى كده إن بوينت 95 تساوي في اس اي اس على في بي اي بي. هو عايز اي اس على اي بي، اللي هي معناها ده في بي على البي اس العكسي. بس خلاص يا باشا، يبقى 95 في 95% في 100 في بي اس في بي اللي هي 200 على 220، يديك يديك 19 على 22 اللي هي الإجابة رقم ج. طبعا هي فكرتها سهلة، هو ده على ده باور اس على الباور بي بيساوي في اس اي اس على في بي اي بي، فخلاص كل حاجه معاك ما عدا ده، ما عدا اي اس العادي. طيب 32. واحد زهق. الوصلة الثنائية بي ان يعتمد جهد الحاجز وصل على درجة حرارة بزيادة نسبة شوائب مطعمة كل جهد الحاجز. يعتمد جهد الحاجز الصناعي على نوع الشوائب المضافة. أنا أفتكر بي إن دي كانوا وسطين. خلاص، اللعبة كلها فين؟ تعال نفتكر. أنت عندك النظرية كلها إن بي إن اللي هي واحدة مطعمة بشوائب من الفسفور، وواحدة مطعمة بشوائب من العنصر الثلاثي، صح؟ حلو الكلام. طيب، وانا كل ما ارفع درجه الحراره ايه اللي بيحصل؟ والله كل ما ارفع درجه الحراره كل ما بحاول بقى وسط احسن، بالتالي الجهد بيتغير.
بس نوع عشوائي ملوش علاقه. كده كده بيو ان. طب بزياده نسبه الشوائب يبقى كله جوه ملهاش علاقه، يبقى اكيد الوحيده هي واحد بس. درجه الحراره بتعمل على زياده التصادمات وهكذا يعني. اكبر كميه حركه 33 هو اكبر طاقه، هو اكبر طاقه. خلي بالك انبعاث فوتون. ما ينفعش اختار خمسه. ليه؟ لان خمسه بالنسبه لي هي امتصاص ليس انبعاث، فانا اختار ليمن اكبر واحد. مهمه جدا دي. 34 دايره موضحه عندها غلق، مش عارف ايه شكل مقابل انه هنا قراءه الاميتر. ممكن تعالى اسمه لك بشكل تاني تفهمه اكتر. هنا في بي، وهنا ار، وهنا ار واميتر اهو، وهنا ار ومفتاح. طبعا هو بالمنطق لو ما كانش فيه مقاومه داخليه كنا قلنا ثابته، دي غلط. ولكن هي كانت تيار كلي بقى التيار فرع، فاكيد هتقل، يبقى اكيد الاجابه رقم ب. 35 اي مما يلي يعبر عن ذات انحراف الاميتر الحراري. طبعا السيتا تنسب مع السيتا تنسب مع اي تربيع. ماشي، يبقى الاي تنسب مع مين؟ من المنطق الجذر. مهمه جدا دي، بتلخبط بس. 36 الشكل المقابل يبين تصادم فوتون طول موجي لمدة. انت مش شايفه؟ ماشي، طاقة 4 اي ده هنا. الكترون ساكن اصبحت طاقة الفوتون مشتت 13 على 4 اي. هطرحهم مش محتاجة، لان عبارة عن الفرق. يبقى 4 ناقص 13 على 4، 3 على 4. يبقى الإجابة رقم د. يعني طاقة الحركة عبارة عن فرق بين طاقتين، لأن قانون ظاهر كومبتون اللي هو قانون بقاء الطاقة. 37 الشكل المقابل يمثل مش عارف ايه. أي نفسية مع ذري في الصد يقل. طبعا اولا اللي بره دوت مستمر ملوش علاقه بالدوشه دي، اللعبه كله في الكي ده. الكي ده اللي بيضغط خلاص. ولكن وطبعا الشده ملهاش علاقه برضه. يبقى انت لغيت واحد ولغيت اربعه، يبقى اتنين تلاته. ايه اللي حصل؟ انا عدد ذري اقل، عدد ذري عكسي مع طول الموج. كل ما اقلل العدد الذري كل ما طول الموج بيزيد. طول الموج ماشي كده، كده فرق يزداد الفرق، يزداد الفرق. يبقى كده اجابه رقم ثلاثه هي رقم 37 د. حلوه جدا برضه دي، وعايزه تركيز. العلاقه عكسيه في طول الموج الخط. يدور المغناطيس حول مركزه كما موضح في الشكل الآتي عند اللحظة المبينة بالشكل. أي الاختيارات الآتية صحيحة؟ برضو حلو جدا السؤال ده، جميل جميل. هو قال لك إيه؟ يدور المغناطيس حول مركزه بالشكل الآتي عند لحظة معينة. فأي الاختيارات الآتية صحيحة. ماشي، ركز بقى معايا واحدة واحدة. اللعبة كلها فين؟ أنا عندي مغناطيس أهو، كان عامل كده صح؟ هنا اس وهنا ان، بدأ يدور. بدأ يدور يعني أكن ده كده بيبعد صح؟ ماشي كده صح كده؟ فكأنه بيبعد من ده وبيقرب، الاس بتيجي من هنا. الاس تيجي هنا، انا عايز ابعدها فقلت لها هنا شبه، يبقى هنا اس وهنا ان. يبقى ده عامل ازاي؟ طالع 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 طالع، يعني ماشي كده من البي اهو، كده كده فوق فوق فوق. يبقى كده الاجابه اللي فيها ب. فاهمين؟ ما هو بيلف، فالاس تيجي هنا وهنا الاس تبعد. انا عايز اقرب تلاقي ان واس، طالع 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 طالع، بيلف كده ينزل كده قبل السالب. عايز تجاه المصباح ماشي اهي، كده 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 يعني السيل دي يبقى الف. جميله 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 جميله. تاني هو بيلف اكنه بيبعد، فبيبعد من اليمين والاس بتاعته بتروح ناحيه الشمال، او بيبعد من الاثنين، هي نفس الفكره يعني. فهنا ان يبقى هناك اس، وهنا اس هنا ان، لانه بيبعد من ده وكانه بيقرب من الثاني. فاهمين النظريه فين؟ جميل جميل جميل، جميله 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 يعني. 39 يصدر مصباح كهربي قدرته ب عدد فوتونات ان زي الطول الموجي لمبه خلافه زمانتي، فان عدد الفوتونات المنبعثه من نفس المصباح حاليا
ايه العلاقه اصلا بين القدره والفاي ال بتاع؟ انت عارف ان الاف تساوي 2 باور على السي، والباور تساوي اتش في نيو فاي ال، والفاي ال بيساوي ان على التي. بس هنا القانون بقى، طبعا اتش ثابته وان اللامدا ثابته عشان الزو ثابت، فلو زودت الزمن ان بيزيد. خلاص. في نفس مصباح على نفس القدره يبقى 2. جميل 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 والله جميل. ده سهل ده. عايز ايه؟ عايز اي. اي تيجي من هنا. لو جيت هنا كده سالت النقطه دي، ده 2 امبير وده 4 امبير ده 6 امبير. طب جينا هنا، ده خرج 6 وده خرج 4، ده كده قدام 10، يبقى 40 ده. جميل سهله. 41 يقول لك ايه؟ تعالى يا باشا. شكل مقابل يمثل مخطط لكوين الهولوجرام. العنصر اكس هو انا شايف فين الجسم ده، الجسم ده الجسم، فده اشعة الليزر، دي المراية، ولا ده إيه؟ مش عارف ايه ده. تعال نشوف بس. آه ده ليزر. اه مش عارف. هي دي تقريبا مراية، سقط جزء منه هنا على الجسم، والجزء تداخل. انا مش عارف ايه الرسمة. ماشي تعال نشوفها بيقول ايه. شكل مقابل يمثل مخطط تكوين الهولوجرام. عنصر اكس يمثل اللوحة الفوتوغرافية اللي سجل عليه جميع البيانات. الأشعة واي تمثل أشعة مرجعية ولها نفس الطول موجة أشعة ام. فين الام دي؟ ماشي. تتكون صورة مشفرة على اللوحة زد تسمى الهولوجرام. هو كده كده اكس وزد عكس بعض. يعني ألف استنى كده. أنا مش متخيل الرسمة يعني. هو ده قلتيش ده جسم ولا بتاع، هو دي كده نص جسم، مش عارف دي مراية يعني ولا إيه ده الجسم ده؟ الزد ده ولا إيه؟ كانت نورتها بليزر فاداني الصورة. أنا مش فاهم. ركز. الواي أشعة مرجعية، أشعة تدخل مع أشعة جاية من على الجسم. الأشعة جاية من على الجسم يبقى الجسم ده إكس. آه يبقى الجسم إكس. ماشي يبقى الجسم إكس، ده الجسم الليزر جاي عليه أهو. حلو يبقى دي غلط، ده واحد غلط. خلاص. طيب بعد كده دي مراية، فالأشعة المرجعية تتداخل مع مع أشعة الليزر جاية من الجسم، هي كده ظبطت أهو. بس يبقى الصورة دي ده الهولوجرام. يبقى ده الهولوجرام عشان أشعة مرجعية جاية، دي مراية وده الجسم بترد منه، بيحصل تداخل. يبقى أشعة واي صحيح، اتنين صح، وده كان صح. عايز تركيز بس شوية عشان بتلخبط. الشكل المقابل دي الكلام ده كتير، لحظة فتح ولا تمسح ستار دي مش عارف ايه. فده كده لفوق، ده كده لفوق لفوق لفوق، ده كده لتحت لتحت لتحت. الستار دي بتولد زي الأصل العكس، بيبقى كل لحظيا ما تعود 42 تزداد ولا تقل. دي كده لفوق ودي كده لتحت. لحظة فتح فينش دي، وده كده طرد لفوق وده كده لتحت، فبتولد زي الأصلي ده، يبقى عكس تقل لحظيا ثم تعود إلى مكانها تاني. ده بيلف لتحت كده وده بيلف لفوق كده. لما افتح المدائرة بتولد تيار مساحة الطردي زي الأصلي ده لفوق، يبقى ده برضه لفوق. يبقى 42 ب. ماشي. 43 يقول لك ايه؟ الشكل المقابل يمثل مخطط نموذج بسيط لعملية معاكس حاسة التجليد. تتحرك الفوتون في الاتجاه الموضح بالشكل بين المرئتين. ماشي. مسافة 3 دي، فإن عدد الفوتونات الناتجة فرض عن تفاعل. ماشي. حلو برضه دي، حلوة.
أول حركة أول مسافة دي. بيقول لك الشكل يمثل مخطط نموذج بسيط يوضح آلية الانبعاث المستحث. آلية انبعاث المستحث في إنتاج الليزر. إذا تحرك الفوتون في الاتجاه الموضح، هو الجميل ده، بالشكل بين مرتين. هو الأول اتحرك المسافة دي، ما قاليش اتحرك كام، هينزل كام مثلا؟ دي 1 2 3 4 6 صح؟ فإن عدد الفوتونات الناتجة بالانبعاث المستحث، عدد الفوتونات الناتجة بالانبعاث المستحث، بفرض عدم انتهاء فترة عمر إثارة، وبفرض أن كل فوتون يستحث فوتون، كل فوتون يطلع واحد. بص، ماشي، ده هينزل واحد، فده ينزل واحد، ده ينزل واحد، ده ينزل واحد، ده يبقى أكيد سبعة على عددهم يعني، هيطلعوا تاني وينزلوا تاني وبتاع. ماشي. طبعا ده معادلة السرعة فرق الجهد. ال هو قال لك علاقة بين مين؟ بين السرعة. انت عارف ان نص ام في تربيع بيساوي الالكترون فولت، يبقى السرعة بتساوي جذر 2 اي في على الام. بس يبقى الميل المضروب في محور الثانية اللي هو جذر في وجذر 2 اي على الام. ماشي. والله 45 شكل مقابل مش عارف ايه. الشكل المقابل بس علاقة بين الطول الموجي لمدة الأشعة الثانية وشدة الأشعة اي. ازاي التيار الفتيلة قلة ما لوش علاقة، واحد غلط. ان ده لمدة ألف ازاي الطول الموجي. ماشي، لمدة مين؟ لمدة ايش صح دي؟ زي ما بيقولوا كل ماشي صح، يبقى اجيب. الشكل المقابل يوضح سلكين مستقيمين طويلين يقعان عند زاويتي المثلث، فإن اتجاه المجال المغناطيسي السلكين عند زاوية إكس، ولن ده عكس عقارب الساعة. يبقى كده كده، يبقى دي نازلة كده، وده عكس عقارب الساعة كده كده، وده ماشي كده. ده كده لفوق، ده كده لتحت، ده كده يعني دي كده. ايه رأس مرمى كده زي دي كده. وبعدين ده متعمدين يعني دول ولا إيه؟ ايه الرسمة دي كده؟ لا ايه دي؟ إيه دي كده 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 اهي، دي كده صح ولا دي في النص؟ هو انت المفروض اعمل كده مثلا، نحط لها وتر، وتر جنوب شرق يعني. اهي الرسمة ماشي، دي كده نازلة اهي، ودي كده مش ماشية كده، ماشية كده يعني، يبقى دي قطعة في النص بالظبط. ماشي يبقى جنوب شرق ده. امشي. ماشي. المقالي آخر حاجة خلاص. ورينا. شبكة بوابة منطقية والتحقق الخاص بها 0 0 1 0 1 1. بس انت بقى بتقول ايه؟ 0 0. ده كده هيطلع هنا كده 0، يبقى اكيد 0 من غير ما اي حاجة تيجي من الايه 0 هنا هيديك 0 دي. دام 0 طلع هتديك 0 اكيد، يبقى دول استثمار من غير ما افكر. هنا بقى 1 1 هيطلع هنا 1، يطلع 0 1 0 1 1 1. ماشي. 48 سقط الضوء أحد اللي انتم المجرم. ماشي. ماشي ده كنت على أساس أنا سمعت
الاي دبليو بعد كده ده ايه هستخدم قانون بقى اهو كي اي بتساوي الاي اللي هي اتش في ساعه لامدا ناقص الاي دبليو اللي هي اتش نيو سي. وهنا الاي الجديده اللي هي مثلا 3 كي